دايت عيد الاضحى اللي لو مشيتوا عليها هتخشوا العيد وزنكم قليل وصحتكم احسن كمان. اول حاجه هنتفق عليها جروب الناس اللي بتحب الصيام الفتره ديت ربنا يتقبل، بس انا اهم حاجه عندي في الفطار بتاخد تمرايه ومعاها نص كوبايه لبن، بعد كده تروح تصلي وترجع تاني تفطر. بمعنى ان احنا هناخد اول حاجه في الفطار هيبقى البروتين ومعاه طبق السلطه او الشوربه، وناكل الخضار ونختم بالنشويات، ودي اهم حاجه. ما نبتديش اكلنا يا جماعه وقت الفطار خصوصا بالرز والمكرونه والحاجات ديت، لا، بالبروتين. وزي ما اتفقنا دايما ان احنا من وقت الفطار لغايه وقت السحور احنا بناخد كل نص ساعه كوبايه ميه، ونمارس الرياضه نص ساعه قبل المغرب. وقت المغرب قبليه بنص ساعه اعمل الرياضه وبعد كده هتاخد الفطار بتاعك. البروتين مهم جدا كمان في فتره السحور، وممكن ناخد معاها ساعتها نشويات مركبه. الناس بقى اللي مش هتصوم فهيبقى مهم جدا ان احنا نظبط مواعيد اكلنا، يعني مواعيد الاكل كل يوم تبقى مظبوطه زي اليوم اللي قبلها. وكمان هنعتمد على البروتين والنشويات المركبه، ودايما الصبح ابداوا الوجبه بتاعتكم بالبروتين وبعد كده برده هناخد النشويات. محدش ابدا يبتدي يومه ان هو ياخد بسكوت مثلا. وجبه الغداء بالنسبه لي اهم حاجه فيها طبق السلطه قبل الاكل، وبعد كده هنبدا في الوجبه بتاعتنا بنخلي الطبق بتاعنا متقسم نص خضار ربع نشويات والربع بتاعه بروتين، وبرده مش هننسى الميه، وبرده هنمارس الرياضه. انا الدكتوره اسراء، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسيف للفيديو وشير كتير عشان الكل يستفاد ويخش العيد وهو مبسوط.